يا مساء الفل على أجمل متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل فيديو يستحق ان انت تجربيه. هنعمل ميني حواوشي. هنعمله بطريقة بسيطة جدا، طريقة سهلة. الكمية اللي هنعملها من كيلو دقيق، مستحيل تصدقني ان دول كيلو دقيق. عاملين كمية كبيرة جدا، طعمه خرافة، طري جدا جدا زي ما انت شايفة كده. ده غير طعمه، بجد طعمه تحفة. هتعمليه كده ممكن ولادك ياخدوه معاها المدرسة، هو قد السندوتش يا دوبك يعني. هتعمليه ممكن تفرزيه كمان في الفريزر، طلعيه على التسخين. يعني هيسعفك كتير كتير لو انتي هتستخدميه للمدرسة. كمان ممكن الغدا، ممكن العشاء. شايفين صغنن ازاي؟ حاجة بجد مغرية يعني. شكله كده يشجع على الأكل. يلا بقى بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا حبايبي نخش بقى على المقادير. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق، دي هنا متعدد الاغراض ومنخول كويس اوي. كمان عندي ذره من الملح، انزل بمعلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وابتدي اقلب المواد الجافه مع بعض عشان المواد كلها تمتزج مع بعض، اللي هي كانت السكر مع الخميره مع الملح مع الدقيق. قلبتهم كويس اوي. بعد كده بقى هنزل ب3 معالق كبار من الزيت. وكمان بالنسبة للمية، المية اللي أنا هعجن بيها هتكون فترة يا دوبك، بس تكون فترة حاجة بسيطة. هبتدي بقى أعجن أنزل بأول كوباية وأقلب الدقيق، وتاني كوباية مش هنزلها كلها لأن الدقيق كله طبعا زي ما اتفقنا قبل كده، الدقيق كله مش زي بعضه. في دقيق بياخد مية كتير ودقيق ما بياخدش مية كتير. فهنزل بكوباية الأول، وبعد كده هنزل بنص الكوباية التانية وأعجن. عجنتها بقت تمام كده. خدت معايا كوبايتين اللي هي المج بتاع الشاي. هنركنها طبعا عشان تخمر قبل ما نجهز الحشوة. في الوقت ده خلاص بجهزت الحشوة اللي هي البصل مع الفلفل مع اللحمة. وهنا خلاص العجينة كانت اختمرت ونزلت كمان من الطبق، وما غابتش في نص ساعة كانت اختمرت وبقت زي الفل. أنا هنا هعمل ميني حواوشي صغير جدا. صغير ممكن كمان يعني على قد السندوتش، ممكن الولاد ياخدوه كمان معاهم المدرسة. وممكن تعبيه في أكياس وتحطيه في الفريزر وتطلعيه تسخنيه، مش أكتر من كده. شايفين قطعت العجينة صغيرة جدا قد إيه؟ هبتدي أفرد معاكم أول بتاني واحدة هوريها لكم، وبعد كده أكمل مع نفسي. شايفين العجينة أول حاجة بتتفرد بمنتهى السهولة. خدت وقت في العجن كويس أوي، اتعجنت بذمة وضمير. وتاني حاجة خدت وقت في التخمير. فردت كده أول عجينة صغيرة زي ما قلت لكم، شايفين صغرها قد إيه. حطيت بقى الحشوة اللي هي كانت عبارة عن لحمة مع الفلفل مع البصل، ومزجتهم كده مع بعض واديتهم تقلبتين على النار. ده النتيجة بتديكي طعم أحلى بكتير جدا جدا من اللحمة تكون نية. جربيها كده. حطي كده طاسة على النار فيها شوية زيت وقلبي اللحمة معاها، يعني أكنك بتعصجي اللحمة بالظبط. هتديكي طعم بجد خرافة. جربيها كده في الحواوشي وهتلاقي إن في فرق كبير أوي بين اللحمة النية واللحمة المستوية. خلاص كده حبايبي. واهم حاجه وانت بتحشي اللحمه تكون بردت خالص، ما ينفعش نحشيها سخنه، هتقطع لك العيش وتبهدل لك الدنيا. تمام كده حبايبي. انا حطيت شويه في النص وابتدي الف الرغيف عليها. شايفين صغر كمان بقى جميل جدا يعني. بصي يعني من جمال وصغره كده وحلاوته ممكن الولاد ياخدوه المدرسه عشان شكله حلو. شايفين؟ واتخبز في الفرن وطلع زي العسل، ما خدش وقت خالص. والكمية كبيرة جدا، الكيلو عامل لي كمية كبيرة قوي قوي. وزي ما قلت لك ممكن تفرزيه في الفريزر وتطلعيه على التسخين. حبايب قلبي النهارده عملت لكم ميني حواوشي باللحمة. ممكن تعملي أولادك زي ما قلت لك في المدرسة وتطلعيه على التسخين. جميل جدا من صغره، بجد بجد شكله جميل جدا، شكله مغري للأكل يعني. ده غير طعمه، أنا مش عايزة أقولك إن طعمه بجد خرافة، طعمه حلو قوي. جربي اللحمة كده المستوية، عصجي اللحمة قبل ما تحشيها وانت بنفسك هتلاقي الفرق بين اللحمة النية واللحمة المتعصجة. طولت عليك الفيديو، يا ريت تجربوه يعجبكم. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي.